دين الإخوان غير دين الإسلام. هذا هو الفيديو الثالث، استمر معنا كي تستفيد. يقول السلف رحمهم الله تعالى: من تتبع رخص العلماء تزندق. هذه قاعدة قعدها السلف رحمهم الله من قديم، حتى تعرف من هو الزنديق الخالص ومن هو المسلم الخالص. لأن الله تعالى يقول في كتابه العظيم: ولتعرفنهم في لحن القول. ويقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخفى رجل في صدره شيئا إلا وأظهره الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. ولأننا نقول لكم يا أحبابنا الكرام إن الإخوان المسلمين من أسباب تأسيس وإنشاء الماسونية لهم هو نشرهم لدين الإنسانية الذي هو مضاد لدين الإسلام. ولذلك تجدون أنهم يحرفون الإسلام تحريفا شنيعا بينا ماحقا، مخرجا من الإسلام ومنافيا للا إله إلا الله محمد رسول الله. مثلا تجدون أنهم ليس عندهم قدسية الإخوان المسلمين لله ولا لرسوله. ولذلك خرج السويدان يقول: ما عندي مانع، اعترض على الله، اعترض على رسول الله، تدين بالدين الذي تريد، ما في مانع. وخرج القرضاوي الهالك القرضاوي عندما قال: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ نسبة 99%. وعلى إثرها كفره بعض أهل العلم لسوء أدبه مع الله سبحانه وتعالى. ما الهدف من هذه الأقوال؟ هو إسقاط قدسية الله وقدسية رسوله. ولكي تتأكد أن كلامي حق وأنني أريد الحق، هذا علامتهم محمد الددو الذي يقولون عنه أعلم أهل الأرض وأحفظ أهل الأرض، قال مؤخرا أن موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكبة، والله تعالى قال: إنك ميت وإنهم ميتون. على كل حال، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك لنا دستورا، ولم يترك لنا طريقة تولية الحاكم وعزل الحاكم. القصة كلها عند الكرسي. هذا الرجل رمى الإسلام بالنقص، ورمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتقصير، ورفض الاعتذار ورفض التوبة. الأمر منهجي وليس أمرا يعني فلتة لسان أو زلة قلم، لا. مثلا الإخوان المسلمون جعلوا الديمقراطية الوثنية من الإسلام. ولذلك قال القرضاوي: نتمسك بالديمقراطية ونقاتل في سبيلها، ونقاتل في سبيلها. وقال في آخر حياته: الحرية مقدمة على تحكيم الشريعة. ولذلك كفره بعض أهل العلم على هذه المقولة الشنيعة. وهنا تعلم كيف أن الإخوان يهدمون الإسلام من الداخل. وما هو موقف فضلاتهم السرورية والقطبية؟ هؤلاء موقفهم يدافعون عن الإخوان، ومن أراد أن يبين عوار الإخوان أسقطوه وطعنوا فيه وطعنوا في دينه وطعنوا في أخلاقه، ويقولون الإخوان أخطأوا لكنهم خدام الدين وناصر لا إله إلا الله و فهنا تعلم أخي الكريم خطورة هذه الجماعات على الإسلام والمسلمين. وقد نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الجماعات هم كلاب النار،
وهؤلاء كانوا يوصفون في زمن السلف بالخوارج القعدية، وأن الخوارج لا يزالون يخرجون إلى قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن آخرهم يخرج مع الدجال.